بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هعمل معاكم النهاردة طريقة تخزين الصلصة. أنا مسكت الطماطم قطعتها مربعات كده ونضفتها وحطها في حلة. بعد كده هحط عليهم بطاطساية صغيرة عشان تديها قوام الصلصة اللي زي اللي بنشتريها بره بالظبط. أقطعها كده مكعبات وأحطها عليها. هقطعها بالشكل ده وهجيب نص بنجرية صغيرة عشان تديها لون، أحطها عليها كمان. البنجر بيبقى مفيد جدا برضه. واحطها على النار من غير ميه ومن غير اي حاجه لما تستوي خالص، واوريها لحضراتكم بعد كده اعمل فيها ايه. حطيتها على النار لما تستوي جدا، وبعد كده هتشوف هنعمل فيها ايه. هفرمها في الخلاط وبعدين اصفيها تاني. فرمتهم في الخلاط، ما شاء الله شكلهم عامل ازاي، لون جميل ازاي. واصفهم بمصفى في الحله. شوف طلع ايه بذر الطماطم. لونها عامل ازاي. احط شويه سكر، معلقه صغيره ملح، بابريكا مدخنه بالطعامة، بتبقى زي اللي بتشتريها من بره بالظبط. هرفعها على النار عشان تتقل شويه، ولما تخلص هوريها لكم. رفعتها على النار اهي، ولما تتسبك وتنشف شويه هبقى اوريها لحضراتكم. ودي كان شكلها، هعباها في برطمان واكياس وابقى اوريها لحضراتكم اخلصها. وده كان الشكل النهائي بتاعهم. حطيتهم في اكياس وحطهم في الفريزر. يا ريت تعملوا لايك وشير وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.